يا شباب، صباح الخير. ده فيديو جديد على الشانل. المفروض ان انا في الفيديو ده اتكلم في حاجة هي بخصوص ايه هي الفرق ما بين ايه الخبرة والمعرفة. طيب، عايزين نعرف كده، لو جينا بصينا مثلا، خلينا نفتح ده. لو جينا بصينا، الخبرة هي المفروض ان هي تجارب، يعني المفروض ان حاجة زي كده انت والله عندك تجارب، تمام. التجارب ده سوري التجارب دي مثلا بتوفر لك حتة إن أنت أنت أوريدي يعني أخدت عندك المعرفة، بس أنت في أرض الواقع. ف طب بس المعرفة محتاج تجارب. يعني أنت يعني أنت ممكن يكون عندك الخبرة، بتكون تلقائيا هي أكمل بكتير جدا من المعرفة. طيب، كان في كده حاجة خاصة، مش عارف، أستاذ مصطفى مشرف كان عامل عنه حاجة زي كده، فجيت أتكلم عن حتة الخبرة والمعرفة. فأنا هستعين بنفس المثال الباشمهندس قاله، هو حتة ليه مثلا كورس زي سي اس 50 بتاع جامعة هارفارد مثلا، اللي هو الانستراكتور بتاعه ديفيد، أو أي كورس تاني مثلا، أو المادة العلمية اللي عندك في إيه الجديد في المادة العلمية اللي بيكون عندك في الكلية لو أنت في كلية معينة. هو الحقيقي هو كعلم تمام. كعلم مفيش اي حاجه بتبقى جديده، يعني هو في العلم بيبقى عاده الحاجه مفيش حاجه ممكن تضاف. ولكن اللي بيفرق حته اللي انت لما بتخش مثلا تعمل اول محاضره ليك، فالمحاضره الاولانيه دي بتشوف مثلا الاكشنز او بتشوف رد فعل الطلاب، فبتبدا في المره التانية تبدا ان انت تركز على اكتر، وتبقى بتبقى محدد اكتر ودقيق اكتر في حتة الحاجة اللي انت هتشرحها. فاذا لو انت محتاج ان انت تاخد كورس او حاجة زي كده، اللي هيساعدك ان انت ما تبصش على حتة الكورس ده، لو في كورس فري او حاجة زي كده. هي كورسز كده كده موجودة في كل حتة، او حتة الكتب. يعني انت لو بتدور على مادة علمية، انت ممكن تروح للكتب، هي أشمل وأكتر في حاجات كتير جدا. ولكن فعليا يعني الكتب، هل الكتاب كله، لو احنا جينا قرأنا مثلا كتاب معين خاص بالاي اي، او بالداتا اناليسيز او داتا ساينس، هل كل الديتيلز موجودة في الكتاب دي هي فعليا المفروض تكون عارفها؟ وبالذات لو انت بيجنر. هنا بنيجي بقى ندور على حتة الايه، حتة اللي انت بتكون محتاج حد، منتور وجايد، حد كده يرشدك. يعني ان انت يكون معاك حد كده في البدايه يقول لك ان انت المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه في البدايه. فده بيساعدك كتير جدا ان انت يجي يقول لك طب تمام، الماتيريال دي مفيده، الماتيريال دي لا. فاذا بيجي يقول لك المنتور هو بيوفر لك نص الطريق على الجايد. فبناء على كده، كل اللي هقدر ان انا عايز اخرج منه بس من الفيديو البسيط ده كتير جدا، ان انت عاده لو عندك فرصه ان انت تبدا المعرفه من خلال كتاب او كورس او حاجه زي كده، على الاقل خد كورس. وبعد ما تاخد الكورس دي، يعني المفروض ان انت هيدي لك كده كده بيوضح لك في الماتيريال، لو انت عايز ان انت توسع النولج بتاعتك، بيقول لك والله الكتاب ده انا اخدت منه كورس كذا، والكتاب ده اخدت منه الجزء ده، فبالتالي بتروح للكتب. بس هو تقريبا ده كان فيديو النهارده، وانتظروا فيديو جديد. وهعمل كنت منزل حاجه عن شات جي بي تي قبل كده، هعمل فيديوز جديده بخصوص ادوات الاي اي، زي حاجه فيجما ده تبع الاي اي برضك بالعموم. وفي اكتر من حاجه تانية ممكن اوضحها في فيديو جديد. شكرا جدا ليكم، واتمنى يكون الفيديو يعني يكون موضح ليكم ايه الفرق ما بين الفكره الاولانيه اللي هي الخبره والمعرفه. شكرا جدا ليكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.